ازاي مرض ممكن يغير حياة شخص، وازاي الحاجات اللي انت بتكون فاكرها شر بتكون خير. دخل كلية الطب وكان عاشق للتشريح لدرجة انه كان اول واحد بيدخل المشرحة واخر واحد يطلع منها. وفي اول اجازة ليه بعد اول سنة دراسة في التشريح اشترى نص جثة بني ادم ودماغ وخدهم وراح البيت. تخيل، بدل ما تدخل على اهلك ببطيخة ولا كيس موز تدخل عليهم بجثة. المهم فضل طول الاجازة يشرح ويكتشف فيهم، بس كان في مشكلة، كان محتاج يحفظ الاجزاء دي. فراح وجاب حوض او طشت من مادة الفورمالين وحفظ فيه الاجزاء دي، وكان لما بيخلص كان بيحط الطشت بالاجزاء دي تحت السرير اللي بينام عليه. هي المشكله ما كانتش في انك نايم وتحت سريرك نص جثه بني ادم، المشكله كانت في ماده الفورمالين، لانه فضل فتره يستنشق ماده الفورمالين فبدا يجيله التهاب في صدره والموضوع تطور. المهم لما وصل لسنه ثالثه طب مشكله صدره اللي سببها الفورمالين زادت واخد 3 سنين تعبان موجود في اوضه منعزل عن اي شخص. بس فضل ال3 سنين يقرا في كتب، فقرا الادب العالمي كله عشان ال3 سنين المرض دول عشان يصنعوا المفكر والكاتب والفيلسوف الدكتور مصطفى محمود.